السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بط مشوي. هنعمل بطيخ كده حلوة مشوية في الفرن بخطوات سهلة جدا، ومحشية كمان رز بخطوات سهلة جدا وبسيطة جدا. هتوصلي للبطيخ اللي انت شايفاه قدام منك دي، للشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. آه، متنسيش سبسكرايب للقناة واللايك، ويلا مع بعض ندخل على الفيديو ونشوف الخطوات اتعملت ازاي بكل سهولة، وازاي انقي البطة ان انا هشويها او ان انا هسلقها، تبقى حجمها قد ايه. او المهم هناخد تفاصيل كتير جدا في الفيديو. يلا مع بعض على الفيديو ونشوف التفاصيل من خلال الفيديو. واول حاجة نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى صينية، نجيبه ووك، طاسة، حلة، اي حاجة زي ما انت تحبي، زي ما انت تحبي وحاجة تريحك اشتغلي فيها. جبت بقى حطيت فيها مادة دهنية، يعني حوالي ايه معلقتين زيت، مش كتير يعني. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت بصلاية كبيرة فرمتها في الكبة او المبشرة لو انتي حابة، او تقطعيها على ايدك، بس اهم حاجة تكون ناعمة، اهم حاجة تكون ناعمة. جبت بقى ايه، اديتها تشويحة حلوة كده لغاية لما دبلت وابتدت تاخد لون ايه، اصفر خفيف خالص خالص كده. لو انتي حابه تغمقيها عن كده شويه مفيش مشكله، بس انا ايه قلت ايه، يعني هي كده حلوه بحيث ان هي ايه متعملش حماوه. آه نزلت بقى عليهم بالكبديه والقنصيه بتاع البطه. هي طبعا ليها كبده وقنصه، فانا قطعتهم كده مكعبات صغيره ونزلت عليهم. وحطيت عليهم بقى شويه فلفل اسود وورقتين لوري، بحيث ان الفلفل الاسود مع البصل هيطلع اي سوائل فيه، وفي نفس الوقت هيدي نكهة جميلة جدا جدا جدا. وهما ايه بتقلبوا كده، وانتي كده بتقلبي تشم الريحة تحفة. المهم جبت بقى كوباية رز، غسلتها غسلة كويسة جدا وصفيتها من المية بتاعتها تماما. واقعد اقلب بقى كده بالمنظر ده حوالي بتاع ايه، بتاع 5 دقايق 6 دقايق. ماشي، النار بتبقى متوسطة، وافضل اقلب كده باستمرار علشان الرز يتغلف معايا، و والرز ياخد من الطعم بتاع البصل والكبد والقوانص. هفضل بقى اقلب فيه كده باستمرار. وبعد كده ايه، انا كان عندي جزرايه بشرتها وقلت احطها على الرز كطعم مش اكتر، يعني كطعم ولون برضو. حابه بقى تحطي فلفل الوان حطي، حابه تحطي فلفل اخضر حطي، حابه تحطي فلفل سبايسي حطي، مش هقولك لا، اي حاجه ممكن تحطيها في الخطوه دي تحطيها. آه، المهم بقى انا ايه، كل شويه تقلبي لغايه من 5 دقايق 6 دقايق، ممكن لو 10 دقايق كمان براحتك. اهم حاجه ايه، الرزايه تتغلف معاكي وتسمعي صوت تش تش تش، عارفه التشطشه دي، تسمعي الصوت ده. حطيت بقى انا بقى الملح بتاعي، ظبطت الملح بتاعي، حطيت سنه قرفه للي بيحب القرفه، و برضو سنه جنزبيل. بس تقريبا ما حطيتش حاجه تاني، يعني هو القرفه والجنزبيل والملح. وانا كنت حاطه الفلفل في الاول. بس مش عايزه بقى بهارات تاني خالص، كفايه قوي كده عشان تحسي بطعم الاكل وبتستمتعي بيه، لان الاكله دي مش عايزه بهارات كتير عشان تستمتعي بيها. البهارات الكتير هتغطي على الطعم بتاعها. سنة القرفة ديت اللي احنا حطيناها، لو مفيش حد بيحب القرفة ممكن نستغنى عنها عادي، بس انا بحطها ليه، بتعلي التست بتاع الكبد مع والقوانص مع الرز، بتعلي التست بتاعه، بتبقى جميلة جدا. لو مش حابة مفيش اي مشكلة خالص. هننزل بقى بالفلفل بتاعنا. هو ده انا كان عندي اصفر واخضر، لو انتي حابة تحطي احمر برضو حطي، حابة تحطي سبايسي برضو حطي، مش هقولك لا. وافضل هقلب بالمنظر ده. آه تفضلي بقى تقلبي تقلبي لغايه لما تحسي ان الرز بقى ايه، زي ما اقولك بيتشتش معاكي، ويكون الرز اتغلف معاكي كويس جدا. انا مش هحط له ميه نهائي، انا خلاص انا هستكفي على كده، وهطفي النار وهبتدي نشوف الخطوه اللي بعد كده. طب انت مش هتحطي ميه ليه؟ لان البط بياخد سوا شويه عن الفراخ. يعني الفراخ لو جيتي حشيتي فراخ او حاجه، لا ممكن تحطي ايه نص كوبايه ميه. يعني لو انت عامله كوبايه رز ممكن تحطي ايه اقل كمان من نصها ميه، وتستني على نار عاليه وتفضلي تقلبي فيه لغايه لما يتشرب.
لكن البط بياخد وقت معايا اطول، فبالتالي انا مش بحط له ميه، هو هيستوي منه فيه. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، ودي انا هعمل التتبيله بتاعت البط. جبت طماطمايه مبشوره وبصلايه مبشوره، بصلايه صغيره، وهحط عليهم كده نص ليمونه. وهنحط ايه تاني؟ بصي بقى، شطه، فلفل اسود، وملح. ولو حابه تحطي بقى البهارات اللي انت عايزه تحطيها، بس انا بقولك انا مش عايزه آه، ابين البهارات كتير في الاكل. فهي الملح والفلفل الاسود مع سنه القرفه اللي انت بتحطيها، هي بتظبط الطعم. فانا ايه، كان عندي برضو دبس رمان، حطيت حوالي ايه معلقه صغيره. تمام. والصويا صوص برضو حطيت آه نص معلقه صغيره. لو عندك خل تفاح ممكن تحطي برضو ايه معلقه صغيره برضو، مش هقولك لا، هيبقى جميل جدا برضو. المهم التتبيله دي تتبيله ايه؟ تتبيله البطه من بره. انت هتتبليها، بصي انا غسلتها كويس جدا ونضفتها نشفتها، يعني صفيتها كده من الميه، بقت كويسه كده معايا. انا بقى جبت الاجنحه بتاعتها كده ايه، رميتهم لورا بحيث ان هم ايه، يعني يسندوا لي البطايه، وفي نفس الوقت آه يبقى شكلها حلو، شكل العام يعني بتاعها حلو. التتبيله دي بقى هفضل اتبل بيها البطايه كده بقى، بره وجوه وجوه وبره. بصي من تحت وفوق. انا مش هحشيل الجلد بتاعها، يعني انا مش هحشي تحت الجلد، ده انا هحشي قلبها بس. آه البطايه لازم، او سواء هتجيبي دكر او بطايه زي ما انت عايزه، المهم تكون السن بتاعها صغير، ما تجيبيش سنها كبير، لازم يبقى سنها صغير عشان تستوي معاكي اسرع. لكن لو سن الطير ده بالذات لو سنه كبير ما ينفعش ان هو يتحشى خالص، تسلقيه بس. وتحط له وانت بتسلقيه، تحط له ايه نص معلقه سكر كده عشان يسرع معاكي في التسويه. ان انا هنا بقى جبت الرز بتاعي اهوت وادي البطايه. المهم انا لما دلكتها كده حلو وتبلت بالتتبيله، سبتها حوالي نص ساعه كده مع بعض ان هي تاكل في التتبيله بس. ف ممكن تعملي ايه، يعني انت ممكن تتبليها الاول وتجهزيها وتشيليها في التلاجة لغايه لما تخلصي الخلطه بتاعتها. نسمي الله بقى كده ونحشي بالمنظر ده. انا مش هحشي ولا زورها ولا بطنها كده، يعني مش هشيل الجلد هحشي، لا انا هحشي بس جواها بس. طلعت كمية الرز اللي معايا طلعت يعني ايه كبيرة شوية، فانا خدتها سلقتها بعد كده وعملتها الرز بالخلطة. اصبح لما يعني لما قدمتها مع الرز ده، خدت كده ايه الصينية اللي انا مشوحة فيها البصل والرز، قلت دي حلوة تخش الفرن، ففضيت منها بقية الرز في حلة عشان هسويه. وخدت البطاية حطيتها كده في قلب الصينية، وحطيت عليها بقية التتبيلة اللي وقع منها، وهحط عليها كده حوالي ايه كوباية او كوبايتين مية. ولو حابة تحطي بقى ورقتين لوري وفصين حبهين قرن فلفل حراق زي ما انت تحبي حطيه. وهغلفها بورق الفويل وادخلها الفرن. طيب بعد ما اغلفها بالفويل هتقعد في قد ايه في الفرن؟ وليه حاطه الميه؟ انا حاطه فيها ميه علشان ما اقعدش افتح عليها كل شويه، وابقى متاكده ان هي لسه فيها كميه سوائل. هي كده كده هتنزل سوائل، بس متاكده ان فيها كميه سوائل زايده عن حدها، بحيث ان هي ايه جلدها يبقى طري ميبقاش ناشف. وفي نفس الوقت ما تتحرقش منك في الفرن لو انتي مش طبعا مش هتكشفي عليها كل شويه. آه لو انتي سيتي عليها شويه ما تحرقش منك في الفرن، يبقى فيها ايه كميه سوائل. طب انتي هتقعديها قد ايه في الفرن؟ هقعدها وهي متغطيه كده على الرف الوسطاني، يعني مش الوسطاني، يعني ممكن ننزله لتحت شويه فوق. يعني اول حاجه كده فوق الارضيه، تمام، احطها عليها وعلي الفرن على الاخر لمده من ساعه، من مده ساعه ونص لساعتين، من ساعه ونص لساعتين حسب حجم البطه اللي معاكي. تمام. في بعد كده انا لما طلعتها كنت هي قعدت معايا ساعتين، فانا طلعتها من الفرن، شلت بقى الورق الفويل
وبالفرشة كده دهنت من السائل اللي نازل فيها، دهنتها ودخلتها تاني الفرن. قعدت حوالي يعني بتاع، يعني من 20 دقيقة ل30 دقيقة. اخدت لون، انا مفتحتش عليها الشواية، بس مع حرارة الفرن اخدت اللون دوت مع الدهان اللي انا دهناه من الصوص بتاعها او السوائل بتاعتها اللي نازله منها. فانا دهنته بالفرشه زي ما انت شفت دلوقتي. ولما دخلتها تاني نص ساعه ديت وشها احمر كده طبيعي، وبقت بالشكل الجميل اللي انت شايفاه قدامك دوت. وادي الرز ده الرز بتاعها اللي كان باقي، فانا سلقته وحطيته في حله وسلقته على النار واتقدمته بالمنظر ده. طعمه كان جميل جدا. طبعا ما تنسيش وانتي بتسلقي الرز اوعي تحطي عليه ملح، لان هو كده كده عليه ملح وعليه بهارات. انتي بتزوديه ميه بس وخلاص. آه، ده كده بقى شكلها. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت؟ بصراحة طعمها جميل جدا وطرية جدا جدا جدا، والحشوة بتاعتها تحفة. وقد ايه الرز بتاعها مفرفر، وانا هوريهولك دلوقتي. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. هوريك الرز بتاعها عامل ازاي. بصي الرز مفرفر ومستوي جدا. مش معجن، لا مش مستوي. درجة السوا بتاعته مظبوطة جدا ومش معجن. آه وبس البطية كمان اصلا طرية ازاي، ما شاء الله طرية وجميلة جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم. ومتنسونيش بقى بالسبسكرايب للقناة واللايك. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.